ايوه. ومنين جابه؟ بخشمه جابه هدال دوسري؟ اللي قصدك بطولة الخليج؟ ايه بطولة الخليج اللي خذاها الهلال. اللي اول مباراة. ايه وش جابه وش فيها هدال؟ بيده. خلاص طيب ليش ما ذكرت على اساس يكون لك مصداقية اخوي عبد المحسن؟ لا مصداقية، انا اذكر لك عن حاجة معينة في لحظة في فترة معينة نتكلم عليها. في ميول معين، في ميول معين. يشغلونها بلا شيء لان اصواتهم مجرد عالية، مجرد انهم. طيب ابن ساعة يا اخوي عبد المحسن ممكن نستشيرك في امر ما؟ الامير عبد الرحمن ساعد يقول اتحدى احد يثبت اني انا او ادارتي تطرقنا للحكام ولا نزلنا عليهم ولا تكلمنا عليهم ولا كذا وكذا. هو يقول عبد الرحمن العمري في مباراة القادسية ما ناقص والله انه يلبس فنيلة القادسية. وسامي الجابر العام الماضي اوقف 4 مباريات. ايوه. وشو بسببه يعني لاقيه يعني لمجه بفمه ولا ليش وقف؟ يتكلم عن وجهة نظر لكن ما يشكك في نزاهته. لا هو تحدى يا عبد المحسن، انت بما انك اعلامي يا عبد المحسن حتى لو كان يعني ميولك هلاليه ولا هو الحق يا اخي، الحق حقا يتبع يا اخي. والله ما تعرفون الحق. لا شوف اقسم لك بالله لو جزء اخلاقيات الهلال في التعاون لن تتطور الكره السعوديه. هذول الناس يشككون في الميول يدرسون حقائق. طيب عبد المحسن، اخوي عبد المحسن انت تطرقت انا لثلاثه ببطانيه واحده مباراه شباب النصر شباب الهلال. ما تطرقت له، ما كتبت في مقالاتك شيء يعني. في بلاوي بقى مباراه شباب الهلال شباب النصر. اي ابغى لا ليش ما تكلمتوا يا اخي؟ دام شوف ليش ما قلتوا 3 لعيبه ببطانيه واحده بمسرح الهلال؟ ليش ما تطرقتوا للامر هذا اللي ناموا بالمسرح كل 3 لعيبه ببطانيه واحده؟ انت توك تقول مصداقيه وكذا وكذا واحنا انهزموا من النصر 5 على اساس ما ناموا كويس البارح، كل واحد يضرب رجلين الاخر. يا اخي انا في انت لو متابع للاسف الشديد انا كاتب مقال كامل. انت ما كتبت بالطريقه، انا بالعكس متابع لك يا عبد المحسن. انا متابع لك بس ما كتبت انت بالطريقه كذا ليش؟ شوف الفرق بين اعلام الهلال واعلام النصر ان اعلام الهلال يعني جيد يتستر على بعض الامور، اعلام النصر يكب العشاء. لا والله لا قسما بالله ما مفضوحين. لا مشكله لانهم كانوا معهم ميكروفون طيب وكلام ابن جعيث كلام ابن جعيث مشكله يرقصون يعني نفس كلهم يسمع واحد وصوت واحد كلمه واحده وعلى غير جاده. طيب اخوي عبد المحسن الحين ابن جعيث يوم يقول مستعدين نخسر 10,000 شخص ونكسب الدويش ما رديتوا عليه؟ طيب هي رايه لكن لازم تردون عليه، تكون غلطان يا ابن جعيث يمكن خرف طيب ابن سعيد يقول يوم يطرد ضيوفه يوم يطرد ضيفه قال كنت بفطرك والحين اطلع برا ما تطرقتوا له. تطرد ضيفك يا عبد المحسن؟ طيب ويبي يذبح ولده ما تطرقت له يا اخي؟ احد يذبح طلق زوجته والثالث عشان نصراويه، الموز ممنوع يدخل بيته عشانه اصفر. يا بعد روح عبد المحسن ما هي مشكله يعني انت شوف يا اخي انزل شوي المستواني، يمكن انت ببرج عاجي. طيب شلون انت تحلل لنفسك انك تحلل اهداف النصر باليد وتحلل ان ماجد عبد الله ما له اي دور كاس اسيا؟ يا اخي امي تتابع التلفزيون تقول ما شاء الله عليه هذا ماجد عطوه شيء له منصب بالسعوديه الحين. والله طربك اللي جابوها على 3 أهداف في بطولتين وش جابوا؟ يعني غلطانين الفيفا يوم ياخذونه خبير ماجد عبد الله؟ ولا جابوه خبير. لا يمكن غلطانين والله غلطانين يمكن. لا غلطانين يا اخوي. لا يعني انهم اخذوا خبير ولا كيف ولا كيف. المهم البطوله مثلا كيف كان فيها ناس يفترض انهم يذكرون وبيجوا يتم تجاهلهم بس. يعني بسألك سؤال بالله امانه وبذمتك الله بسألك انا السؤال هذا. ماجد عبد الله 0 على الشمال بس الكره السعوديه؟ لا. يعني كم تعطي رقم؟ هيك حالات كده حطيتها مفتوحه وش يعني. لا طيب يلا طيب افضل لا لو قال لك لو سئلت يا عبد المحسن خارج السعوديه انت مثلا. في الخليج. لا بالمملكه العربيه السعوديه. ها؟ في الخليج 0. اترك الخليج كم جاب لك هدف ماجد عبد الله؟ في الخليج 0. كم جاب لك هدف طيب؟ ليش في الخليج 0؟ لحظه كم جاب لك هدف؟ تدري ماجد عبد الله جاب لك 17 هدف صالح نعيمه جاب 3 أهداف بمرمانه؟ معليش في قطر جاب 5. شفت لك الله ولا لما جاء عند العراق ما يشوف الباب. الكويت ما يشوف. شوف يا عمي جاب 17 التاريخ يقول جبت 17 بالعكس ما سفى الا بالكويت. نسيت الحربان يوم يقول كبيره يا ماجد بس يكفي. طيب خلي ادركنا له حسن. انت مشكله القلب يعقوب وانتم تمشون من ورا. قالوا طيب يا عمي اسمع لو سالك اي واحد
سوري عراقي لبناني بريطاني ايا كان، قال انت سعودي، قال من هو اعظم لاعب عندك بالكره السعوديه؟ بالله من تعطيه لو سمحت. يعني قل لي هداف، قل لي فنان، قل لي لا يا ساتر، نبغى من جميع من الاخلاق، من الفن، من الاهداف، من الانجازات، من تعطيه؟ شوف اذا كان لاعب فنان ها له فلوس الاثنين والله يستاهل ابو يعقوب، لكن ابو يعقوب يجي رقم 2. اذا كان لاعب مثلا هداف في زمن غياب المهاجمين فهو ماجد. في زمن من غياب وين نايمين عند امهاتهم المهاجمين؟ اجت فتره لاعبين اجانب في السعوديه في بدايه التسعينات. ماجد عبد الله كان وقت ليرا وريفالينو، كان صالح نعيمه عند ركب ماجد يا عمي. يا حبيبي تركنا مركب ماجد، شفت لكم يعني ناس هذه كلها خطا من عمرو مهنا اللي كان حط عمرو مهنا. إيه؟ يا سبحان الله. شوف اتكلم معك يا اخي، الكره في الترافع على كاس الجمعه. ما تخلينا نفلت عليك. طيب يا عمي يا عبد المحسن، شوف يا لو سمحت. انا ما عندي صفوتك والله انت شوف، انت يعني يحسب لك يعني شجاعتك وهدوءك ما شاء الله عليك، لكن انا يا عبد يا اخو صالح سبيتني في هذا ولا سبيتني في خلق. لا ان شاء الله ان شاء الله، وانت كذلك. واحده شوف، انت بقول لك حاجه، لا يمكن اقل ادبي انا على اساس اني اختلف معك بوجهه النظر، لكن انا كنت باصل الحقائق، انا كنت بشوف فكرك يعني يمر بالفعل. انا في احيانا يا عبد المحسن الصحفي يجبر على كتابه ما، وانت تدري بكلامي اقصد من. انا كنت اتوقع انك تجبر رغم مثلا ربما ان فكرك غير قلمك، لكن الان اتضح ان قلمك زي فكرك. لازم اكون معك عشان تتفق. ما هو فكر يا عمي، هذا فكر المملكه. الملك فهد يقول شلون رجولك يا ماجد؟ تجي انت طيب لما يجي واحد يقول فلان هذه خلاص لانه كان مختار يا مسلم ابترك سؤال. يا راجل شفت انه فعلا تفكيرك يعني نازل يقول فلان يقول فلان. يا اخي انا انا كايش وش هذا حقق لي خليتي يوم 0 كاس العالم 0 كاس اسيا 84 كاس 84 جاب هدف واحد. ايوه وضيع وكوريا من اللي جاب الهدف فيهم؟ ايوه بقول لك جاب هدف واحد بس. او بالصين اللي هو كاس العالم 84 جاب جولين في كوريا وفي الصين. وبإيران يا عمي يا عبد المحسن، مش وين تقول واحد الحين، مش وين تقول واحد بعدين اولدا 2 والحين اولدا 3. اسمعني ايران مدافع ايران هو زحلقه ها؟ من اخر من المساء؟ المدافع ايران هو اللي جاب في المرمى، وما ماجد ما له دور فيها. ما جاب في ايران. يوسف ثنيان يوم يرفع الكوره بعام 88 كانت الكوره رايحه للجول لو لمسها ماجد. ذيك رفعه من رجل زميلي لجرد الزميل، لكن مو من زميلي الخصم. يا عمي اقول لك يوسف ثنيان يوم يعكس الكوره عام 88 كانت الكوره متجهه للجول، يعني لو ما لمسها ماجد تدخل جول. لا هذه من زميل لزميل يا اخي. معناتها الزاويه يعني ما اعطاها 90 ماجد، اعطاها الزاويه 90 يعني اعطاها كانت جايه هي مثلا من جنوب لشمال، ماجد وداها الجنوب يعني الشرق نص والباقي لك، يعني تسبب بالجول، نقلك للمباراه النهائيه يا اخي. وجاب ضربه جزاء مع الترجيحات اللي شاته. والله يا عبد المحسن شوف، انت رجال اكبر مني عمر وامكن مني بالاعلام وزي كذا، لكن للاسف الشديد ان يعني اذا فكركم كذا هذا وانت رجال كبير ومحترم كذا تقول هالكلام عن ماجد، اجل فهد الروق ايش خليته له بالله؟ للاسف الشديد انكم كلكم تنقادون حول فكر واحد. وانت وش تنقاد خلفه؟ انت خلف ابو هريره انت. لا من خلفه انت خلف الحقد يا اخي، انت يا اخي عيب عليكم يا اخي. لا متى وانتم كذا يا اخي؟ ماجد عبد الله يا اخي الى اليوم هذا تجي الانجازات وانتم كل يوم تكتبون عنه كتابات. يا رجال وش انجازات؟ في انجازات في اقول اقسم بآية الله يا عبد المحسن لو رجلي تكتب بس